تفرزات هي وياه وقالت ليه بغيت امك ما تحضرش العرس ديالي، السبب انا ام ديالك كحله من اصول افريقيه وما بغيتهاش تحضر. فؤاد غيبقى فيه الحال وغيقول لها علاش الام ديالي ضروري خاصها تكون. غتقول ليه با هو اللي مخلص هذا العرس، هو اللي جايب كل شيء، ومن فوق هذا الشيء ما كيبغيش الافارقه حيت العرف امك افريقيه ما غاديش يبغي يزوجني لك. ريحانه ضغطات على فؤاد وفؤاد باغيها، غادي يمشي عند الام ديالو، غادي يجلس معها وغادي يشرح لها اشنو وقع، وحتى هي ما غتوقفش ليه في طريقه مسكينه وغتقول ليه من صغرك وانت كتحلم انك تعيش في واحد الدار كبيره ويكونوا عندك الفلوس، وانا ولدي ما غاديش نوقف لك في طريقك، سير الله يسهل عليك. وهذاك الشيء اللي غادي يوقع غادي يمشي يقولها للزوجه ديالو وغادي يوجدوا العرس وصافي، وغادي يعرضوا على الناس والفلوس خسرات. بان لكم الاخوان كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. المهم نكملوا القصه وغادي نعرفوا شنو غادي يوقع. فؤاد هو كيوجد العرس حتى غادي يجي واحد التليفون مع التجاره ديالهم، بغات تقول ليه بلي الام ديالك راه كاينه في السبيطار مسكين، غادي يتصدم، غادي يمشي عند ريحانه وغادي يقول ليها بلي الام ديالي راها مريضه وخاصني ضروري نمشي نشوفها والامر راه خطير بزاف تقدر تموت. الاجابه ديالها قالت ليه لا، واش تمسطي، واش الوالد ديالي خاسر زباله ديال الفلوس وانت كتقول لي لا غادي نمشي نشوف مول السبيطار؟ هنايا غادي يتبلوكا، ما بقاش عارف شنو يدير، واش يهبط يتزوج ولا يمشي عند الام ديالو. العروسه كتسنى والام ديالو حتى هي كتسنى، وهو خاصو ياخذ قرار، والقرار الصائب هو انه خاصو يمشي يشوف الام ديالو ويبقى في حداها. وهداك الشيء اللي غيدير غادي يمشي عندها، غادي يدوي معها ولكن والو، حلات عينيها ظن انها غادا تموت شويه حتى غيدخل عليه الاب ديال العروسه وغادي يقول ليه واش تسطيتي هربتي على العروسه ديالك؟ غيقول ليه لا راك فهمتي غلط، انا راه جيت نشوف الام ديالي. غيقول ليه ولكن بنتي قالت لي راه غتمشي تشوف الخدامه ديالك ولا شي حاجه بحال هكا ماشي الام. باش غادي يجلس هو وياه وغادي يشرح ليه شنو وقع وبنته اشنو قالت ليه. هنايا الاب غادي يقول ليه باللي هادشي ماشي بصح وانه ما كيكرهش السود. هنايا فؤاد غادي يعرف باللي الزوجه ديالو او الخطيبه ديالو هي اللي عندها مشكل، ولكن في هاد الايامات ما بغاش يقرب منها وبقى مع الام ديالو حتى تشافى. ماشي غير هادشي، غتعيط ليه وغتبغي عاوتاني تزوج به، ولكن هو غادي يرفض وغياخذ واحد القرار في حياته بان اي واحد غادي يجي باش يفرقوا على مو ولا اي وحده غتدخل حياته وغتسيي انها تسيباريهم، غيعرف باللي هاد المراه هادي ماشي هي المراه المناسبه. وكما كنقولوا في واحد المثل مغربي اللي ما بغاش مك ما يبغيكش حتى انت. والله يسمح لينا من الوالدين. نتمنى تكون عجباتك هاد القصه والقصص اللي كنشروا لكم على الصفحه. كان معكم خوكم هشام، الى قصه قادمه ان شاء الله.